خلينا طبعا نعرف الدجالين وكمية الأذى اللي بيأذوه للبشر. وطبعا الدجال معروف عنه إنه راجل، بس قصة النهاردة عن واحدة ست دجالة، ومش أي دجالة، كانت أقوى دجالين زمانها. الدجالة دي اتقتلت بشكل غريب، والسبب كان، كمل القصة للآخر علشان تعرف قصة جثة الدجالة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في منطقة السيدة زينب كان في ست اسمها أم سعيد. الست دي كانت مشهورة بالأعمال السفلية والسحر الأسود، والناس كانوا بيخافوا منها جدا، بس كانوا مضطرين يرجعوا لها لما بيحصل لهم مشاكل كبيرة وملهاش حل. كانوا بيقول إنها بتعرف تتواصل مع الجن، وبتعمل أعمال تخلي الناس تتجنن، يعني ممكن تقدر تعمل أي حاجة. وفي يوم من الأيام أم سعيد اتقتلت بطريقة غامضة، والناس اكتشفوا جثتها متجمدة وملامح وشها مرعب، وكأنها شافت شيء مرعب قبل ما تموت. الغريبة بقى في الموضوع إن مفيش حد سمع أي صوت صرخة أو أي حاجة خرجت من جوه البيت، وكأنها اتقتلت في صمت. الجيران أول ما اكتشفوا الجثة اتصلوا على الشرطة، وتم نقل الجثة للمشرحة. دكتور حاتم، دكتور التشريح، هو اللي هيحكي عن اللي حصل مع جثة أم سعيد جوه المشرحة. أنا دكتور حاتم، الحمد لله معروف عني مهاراتي وشطارتي في مجال تشريح الجثث. مفيش جثة عدت عليا إلا وعرفت السبب ورا موتها، لكن في يوم جالي جثة مختلفة عن أي جثة شفتها قبل كده، وهي جثة أم سعيد. ست عجوزة وشكلها مخيف وعليها آثار غريبة. المهم إنها دخلت المشرحة تقريبا نص الليل، أصل أنا بحب أشتغل قوي في الوقت ده. جهزت الأدوات بتاعتي وقربت من الجثة، وأول ما بدأت ألمس الجثة حسيت بحاجة غريبة، وكأن في حد واقف معايا في الأوضة. نفسه كان جنبي بالظبط. فضلت أبص حواليا لكن مفيش حد. المهم بدأت أفتح الجثة، وفجأة وأنا بفتح الجثة النور قطع، ومرة واحدة سمعت صوت همسات قوية جاية من كل مكان حواليا. بسرعة شغلت الكشاف اللي كان معايا، لكن الجثة مش في مكانها. الجثة اختفت، ما كانتش في مكانها، لحد ما شفتها بعد كده واقفة في زاوية الأوضة. عينيها الاتنين كانوا مفتوحين بشكل مرعب، وبدأت تقرب مني ببطء فظيع، وكأن في صوت بيخرج منها لكن كان مرعب جدا. وأثناء ما كانت بتتكلم طلبت مني عدم تشريحها. حاولت أصرخ أو إن أنا أجري، لكني زي ما أكون كنت متكتف مكاني، وما كانش في صوت أصلا عايز يطلع مني. فجأة النور رجع تاني، بس العجيب بقى إن الجثة كانت في مكانها المرة دي، وكأني كل اللي أنا شفته وحسيت بيه ده كان عبارة عن كابوس. في اللحظة دي قررت إني أسيب المشرحة وأرجع للبيت علشان أرتاح شوية وأريح أعصابي من اللي أنا كنت فيه. لكن وأنا ماشي في الممر بتاع المشرحة كان في صوت خطوات تقيلة جدا ورايا. المهم وصلت البيت بصعوبة، وكل ما أغمض عيوني أشوف صورة الجثة قدامي. ليلتها ما قدرتش أنام، وقضيت الليلة كلها في رعب وقلق. تاني يوم قمت من النوم وأنا مقرر إني هرجع المشرحة وهشرح الجثة دي وأعرف السبب مهما كان إيه اللي هيحصل. وأول لما وصلت المشرحة لقيت باب المشرح مقفول وعليه قفل حديد. استغربت جدا وندهت لعم محمود الحارس بتاع المشرحة وسألته، قلت له: عم محمود، مين اللي قفل المشرحة وإزاي تقفلها من غير إذني؟ رد علي عم محمود وقال: يا دكتور حاتم، الجثة اللي كانت هنا دي بتاعت دجالة معروف عنها الأعمال السفلية والسحر الأسود، وكل ما دكتور يقرب منها بعد ما حضرتك تمشي بيحصل له حاجات غريبة جدا ومرعبة، وبيطلع يجري من جوه المشرحة وهو مش قادر يلقط نفسه، وكأن في حد بيجري وراه. ولما المدير عرف كده هو اللي أمرني أقفل المشرحة على الجثة دي. في الوقت ده أنا أمرت عم محمود الحارس إنه يفتح القفل بتاع المشرحة، ودخلت علشان أعرف إيه هو السر. وبدأت أفحص الجثة تاني، وأنا بفحصها لقيت في إيديها الشمال ورقة لونها أصفر وقديمة جدا، وكان مكتوب فيها: حل اللغز في البيت. اتفزعت أول ما شفت الورقة دي، وبالفعل رحت المكتب بتاعي وطلبت ملف الجثة وأخدت العنوان منه. وبالفعل وصلت البيت أم سعيد. البيت من بره كان شكله مرعب جدا، هو عبارة عن دور أرضي. أول ما دخلت البيت من جوه
لقيت الحيطان من جوه شكلها مرعب قوي، وريحة البيت بشعة، وفي جماجم كتير قوي لحيوانات في كل مكان. فضلت أفتش في البيت لحد ما وصلت للأوضة. كانت مقفولة بقفل شكله قديم جدا. فتحت باب الأوضة، وأول ما دخلت اتفاجئت بكمية كتب عن السحر وعن الأعمال بشكل يرعب. وفجأة شفت قدامي مشهد وكأني عشته حقيقي. شفت أم سعيد وهي قاعدة بتعمل عمل سفلي، وظهر ليها فجأة كائن شكله مرعب جدا. عيونه مشقوقة بالطول زي عيون القطط بالظبط، جسمه كله عبارة عن شعر لونه أسود وطويل، وواقف على حوافر زي بتاعة الحيوانات. وبعد كده لقيت كتاب كان محطوط على ترابيزة لوحده. فتحت الكتاب، بس فجأة حصل ليا زي أشعار غريبة في جسمي. والأغرب بقى من كل ده إن الكتاب كان بيحتوي على مجموعة من الطلاسم وأسماء جن كتيرة جدا. بصراحة أنا خفت جدا، فاضطريت إن أمشي وأبقى أعمل بعدين المهمة دي، لأني كنت مصمم إن لازم أوصل لطريقة قتل أم سعيد وأعرف السر فين اللي مكتوب في الورقة. لما روحت دخلت أخدت شاور، وبعد كده دخلت عشان أنام. لكن أم سعيد كان ليها رأي تاني، لأن لقيت أم سعيد واقفة قدامي في الأوضة وبتطلب مني إن أحرق الكتب علشان محدش ياخدها ويتأذى أو يأذي بيها ناس تانيين. بعدها قررت إني هنام وارتاح شوية، وتاني يوم هروح البيت علشان أعمل كده. وأول ما قمت من النوم لبست ونزلت على البيت بتاع أم سعيد، ودخلت الأوضة اللي فيها الكتب. بس وأنا في الأوضة بس وأنا في الأوضة لمحت في كتاب على جنب لوحده. الكتاب ده حسيت إن زي ما يكون في حاجة أنا لازم أعرفه. فتحت فعلا الكتاب ده ولقيت الطلسم ده: يا قوة الليل المظلم، يا أشباح الظلال الغائرة، استغيثوا من سباتكم وانتشروا في الأرض الحالكة، اربطوا الأرواح بالحديد وغرقوا النفوس في السواد. يا قوة الشر العميقة، أجب دعائي واستجيبوا لندائي. أرواح الظلام، أنتم المدعوون. عبر هذا الطلسم الملعون حاصروا المكان وأغلقوا الأبواب، ولا تدعوا النور يمر من هنا. المرعب وأنا بقرأ الطلسم كنت حاسس إني بسمعه بصوت أم سعيد. وفجأة اتنقل بي المشهد للمرة التانية جوه البيت، لموقف، أو بمعنى أصح طريقة موت أم سعيد. شفت أم سعيد وهي بتقرأ الطلسم ده، ومرة واحدة ظهر ليها مارد عملاق، وكان معاه زي إزازة فيها مشروب لونه أحمر، واللي أنا تقريبا خمنته إن المشروب ده دم. وتم أمر أم سعيد إنها لازم تشرب المشروب ده كأن مقروء عليه زي طلاسم معينة. وبعد أم سعيد ما شربت المشروب ده ماتت في الحال. بعد كده لقيت نفسي رجعت تاني زي ما أنا واقف في المكان، ولا أكن في حاجة حصلت. بس المرعب إن أم سعيد حابة تعرفني إن هي ماتت إزاي. بس قبل ما أخرج حرقت كل الكتب الموجودة علشان محدش يستخدمها تاني. وروحت بعد كده المشرحة وشرحت جثة أم سعيد، بس المرة دي بدون أي مواقف مرعبة، وزي ما يكون أم سعيد كانت عاوزة تعرفني سبب الوفاة. وهي دي نهاية قصة جثة الدجالة.